المربي مع المتربي أبا كان أو مشرفا أو أستاذا، الدور المثالي من حيث المسؤولية، من حيث توزيع المسؤولية هو التالي. بس توقف، لا أيوة كذا، بهذه الطريقة. فالدور المثالي أين يقف الأب المفترض؟ وين يوقف؟ بجانبه ولا قدامه ولا وراه؟ أن توزع المسؤولية وفق السياق. فبعض المواقف أنا أكون قدوة فيه له، أنا اللي أقوده إليها، أنا أكون قدوة إليها. وبعض المواقف هو يحتاج مني إلى تحفيز، أدفعه إذا تعثر، إذا تخوف، إذا كان قلقا، إذا كان يحتاج إلى تحفيز فأنا أدفعه في بعض المواقف. وفي بعض المواقف أنا أمنعه، غلط، وقف، لا يمكن، خطوط حمراء. بعض المواقف أدفعه، وبعض المواقف أمنعه، وبعض المواقف أصاحبه يستشيرني، أضحك معه، أمزح معه، أتركه حتى يسمح لي بالتدخل أو يطلب مني. فالموقف الصحيح في التربية على المسؤولية أني مرة أكون بهذه الطريقة، ومرة بهذه الطريقة، ومرة أني أنا أدفعه من الخلف، ومرة أقف عن يمينه، ومرة أقف عن يساره. بهذه الطريقة تنضج المسؤولية بشكل جيد وتتوزع بين الابن ووالده بإذن الله تعالى. شكرا أستاذي الكريم، الله يعطيك العافية. هذا فيما يتعلق بسؤال الأخ الكريم. بسؤال